امي قالت لي يلا بينا نخلل شويه زيتون، قلت لها تعرفي، قالت لي انا في الزيتون ما اقولكش هننزل شويه زيتون الناس هتقول لك سلم ايديك يا ابانوب، وهي كمان هيطلع ترند. يلا شجعوني قولوا لي سلم ايديك عشان اعمل لكم مفاجاه. وتعالوا بقى هنعمل شويه زيتون هناكلهم بعد ايه 3 اسابيع. اول حاجه كده بجيب الزيتون التفاح يا جماعه، بيبقى شبه التفاح كده الصغير خالص، ببدا اغسله غسله كويسه قوي، وببدا كده انقيه. يعني ايه انقيه؟ يعني لو في اي زيتونه كده مكرمشه، في زيتونه بايظه بشيلها علشان ما تبوظليش المخلل كله. عندي بقى طريقتين، اول طريقه كده يا اما كده بعمل كده فتحات في الزيتون بالسكينه او اعمل شرطه كده، ودي طريقه حلوه. يا اما بقى الطريقه التانية دي اللي بقى اللي انا بحبها وبتستوي اسرع، ان انا بجيب كده الزيتون وبدي كده براس التون، براس الهون مش التوم، راس الهون، دقه كده الزيتونه ايه، تعمل فتحه كده. الطريقه دي بتخلي الخلطه تدخل جوه الزيتون وتخلي الزيتون يستوي اسرع. عايز اقول لكم ان انتوا ممكن تخللوا الزيتون العزيزي بنفس الطريقه بس من غير ما تفتحوه، بس ده بيقعد فتره طويله قوي عقبال ما ايه، عقبال ما يتخلل، ولازم يتنقع. الزيتون التفاحي ما بيتنقعش، هو على طول يا جماعه. بعد كده ما عملت بقى الفتحه هضيف عليه كده جزرتين مبشورين، عندي كده حوالي ربع كيلو من الليمون خدته كده وايه وقسمته نصين، عندي كده ورقتين ثلاثه كده من الكرفس، شايفين ده شكل الكرفس، وعندي كده حوالي كده يعني 4 من 5 للفلفل اللي هو الأخضر الحار ده. عايزين تحطوا هريسة شطة مفيش مشكلة. على فكرة قلت لأمي إن إحنا ممكن نحط بقى إيه حبة بركة وعصفر، قالت لي لا هو إحنا هنعمل ليمون ولا إيه، هو كده من غير حبة بركة وعصفر. قلت لها خلاص تمام، يعني هي دي بقى طريقتها بتاعت زمان. بعد كده بقى هاخد بقى الزيتون بالكرفس بكل حاجة، وهبدأ كده أحطها فين؟ قولوا معايا، في البرطمان. بس البرطمان بتاعنا يا جماعة لازم يكون متعقم. يعني ايه متعقم؟ يعني احط له كده شوية مية سخنة او دافية، احط له كده معلقة من الخل ومعلقة من الملح، ارج فيه كويس قوي واسيبه كده مثلا 5 دقايق جوه البرطمان، وابدأ كده ايه اصفيه من المية اللي جواه. تمام، خلي بالكم يا جماعة دي طريقة تعقيم البرطمان ولازم يتعقم. بعد كده يا جماعة وانا بقى بعمل الزيتون بكون مسخن مية، و اول ما الميه تغلي اقفل عليها واسيبها. برضو دي تعقيم الميه. هتستفاد بيها بايه؟ هقول لكم هستفاد بيها بايه. انا حطيت كل كميه الزيتون جوه البرطمان. عندي بقى الليمون اللي انا عصرته، انا عصرت حوالي ربع كيلو ليمون كمان، خدت القشر بتاعه كده وبدات كده احطه جوه ايه، جوه البرطمان بتاعنا، يعني من على وش البرطمان اغطي بيه الزيتون علشان ما يعمليش اي بكتيريا. عندي بقى الميه دي سخنتها زي ما قلت لكم وغليت وسبتها تبرد خالص، وحطيت عليهم يا جماعه 5 معالق من الملح، ده حوالي لتر من الميه، وحطيت عليه نص معلقه من السكر، وكمان معلقتين كبار من الخل، وحوالي ربع كوبايه من عصير الليمون، بس ايه الكوبايه كبيره يعني. وابدا اقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. وبعد كده اخد بقى المحلول بتاعنا، محلول التخليل بتاعنا، وهبدا كده احطه على ايه، على الزيتون وهو بيتخلل. هسالكم سؤال اشوفكم مركزين ولا لا. انا حطيت في محلول التخليل ده، حطيت قد ايه ملح، كام معلقه ملح؟ لو مركزين اكتبوا لي في الكومنتات. عندي بقى في طبقه فوق كده هبدا كده احط شويه زيت زيتون. طب لو ما عندكيش زيت زيتون حطي اي نوع من الزيت بس يكون فاتح ويكون ملوش ريحه. ببدا كده اقفله بالستريتش رول زي ما انتم شايفين ويكون لامس الزيت، واقفله كده بقى بالغطا بتاعه واسيبه حوالي ايه 3 اسابيع لشهر، بيستوي بيبقى زي العسل. العزيز يا جماعه بيقعد فتره طويله قوي. تمام، فالتفاحي اسرع واحلى. لو انتوا عايزين يقعد معاكم لحد رمضان والصوم الكبير، يعني ممكن ايه تخللوه هو مقفول مش مفتوح. كان معاكم ابانوب، واعملوا شيل الزيتون.